في ناس بتقول انا مش هعمل حقن مجهري في الفتره بتاعت الشتاء ديت، انا هستنى لما الصيف يجي علشان نسب النجاح في الصيف بتبقى اكتر من الشتاء. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ او سمعت حضرتك قبل كده من مريضات ولا لا لا؟ سمعت اصلا الكلام ده، بس طبعا ده كله كلام ملوش اساس علمي يعني. تمام يعني صيف زي شتاء ولا تفرق حاجه. تمام. طيب بما ان حضرتك اثرت في الاجابه على السؤال موضوع الحاله النفسيه، هل الحاله النفسيه للمريضه بتاعه الحقن المجهري بتؤثر على نسب نجاح العمليه؟ بس هي الحاله النفسيه ما بتاثرش على نسبه النجاح العمليه، هي في الاخر واحد. يعني الست الصغيره المستجيبه كويس اللي زوجها كويس نسبه النجاح العمليه 45%. بس انا دايما زي ما بقول ان الدكتور النساء بتاع الحقن المجهري هو محتاج يكون طبيب نفسي قبل ما يكون طبيب نساء ولاده. تمام. لان طبعا يعني الواحد لما الحقن المجهري بيمشي كويس حاجه كويسه قوي، بس لما يمشيش لا حاجه وحشه جدا. فلازم الواحد يهيئ مريضته للفشل قبل النجاح. فواحده واحده كده لازم يفهمها ان احنا مش بنعمل حاجه 100% واحنا كويسين، بس مش شرط ان في حمل. فلازم كل خطوه يفهمها ان احنا لا، يعني اللي احنا بنعمله ده ممكن يؤدي لحمل وممكن ما يؤديش لحمل. وحاله المريض النفسيه حاجه مهمه، يعني اللي هي كانسان يعني. لان مثلا ست عملت حقن مجهري ربنا ما كرمهاش، خلاص يقول لك ما انا قلت لها. ايوه بس مش هتقدر ست تنهار برضه ولا يحصل لها يعني نيرفس بريك داون يعني. تمام. فحالتها النفسيه جزء من مسؤوليتنا احنا ان احنا نخلي بالنا عليها يعني. تمام. بما برضو ان حضرتك اثرت النقطه ديت، الكونسلنج ان انفيرتيليتي، انا كنت بقرا قريب كده في كتاب كده اسمه مانوال اوف انفيرتيليتي، فلقيتهم مخصصين تشابتر كامل اسمه كونسلنج ان انفيرتيليتي او كونسلنج ان اي في اف. فالحقيقه استهواني ان انا قريته كله. يعني مساله ان انا اشتغل حقن مجهري وابدا اتعامل مع المريضه واتعامل مع زوج المريضه واحيانا مع الحما ومع الام واهل المريضه والاخوات وكل العيله والكلام دوت. هل موضوع الكونسلنج ده عندنا واخد حقه؟ وايه اهميته او مدى اهميته في الزيارات الاولى بتاعه المريضه؟ ليه؟ لانه الكونسلنج اللي بيتكلموا عنه في المانوال اوف انفيرتيليتي دوت بيتكلم عن انه الفلوس عامل، العلاقه الزوجيه نفسها عامل، المجتمع عامل، الشخص نفسه لما بيكون العيب منه هو. يعني مثلا الزوجة عارفة ان هي عندها مشكلة والزوج ما عندوش مشكلة، فده بيدخلها في فيش سايكل كبيرة جدا، انها عاوزة تحافظ على الزواج وعاوزة تحافظ على زوجها وعاوزة تحافظ على وهي كمان نفسها ان يكون عندها اطفال. فإلى اي مدى موضوع الكونسلنج دوت المفروض نهتم بيه؟ وهل زي ما حضرتك قلت من شوية ان المفروض الدكتور المتخصص في الحقن المجهري هو اللي يقوم بيه، ولا المفروض يكون في اي في اف كونسلر مثلا هو اللي بيقوم بالدور دوت كمساعد للطبيب المتخصص في الحقن المجهري؟ لا هو طبعا هو الكونسلنج دي احد وظائف الدكتور الاساسيه، ودي الحاجات اللي بتاخد وقت طويل للتعلم. يعني يمكن في حاجات في الحقن المجهري سهله ان الواحد يعملها، بس بالعكس الكونسلنج ده من اكتر الحاجات اللي بتاخد وقت طويل ومحتاجه خبره كبيره. تبقى عارف امتى، يعني مش قصدي في الكلام بس هتشد على المريضه انا شويه، وامتى هترخي معاها شويه، وامتى هتطبطب عليها شويه. لان ثرو اوت السايكل هي مش كل حاجه هتبقى بنفس الطريقه. لا في اوقات هي هتبقى مثلا الاكسبكتيشنز بتاعتها عاليه جدا، يعني حاسه انا هعمل حقن مجهري ده وخلاص بقى هختار اسامي الولاد هم تمام. لا لازم تنزلها على الارض تمام. وفي ساعات ممكن تبقى اجريسيف شويه زياده عن اللزوم تمام. لازم تهديها برضه تمام. فالكونسلنج ده حاجه مهمه جدا ومن اكتر الحاجات اللي الواحد بتاخد وقت عشان تتعلمها عشان تتعلمه مظبوط، وتقدر ان انت امتى تطبطب وامتى ما تطبطبش قوي وامتى يعني تفوقها. يعني في ناس مثلا اعصابهم ما تستحملش انت تقولها كل مره نسبه النجاح 45% هتنهار منك. تمام. بينما في ناس تانية لا انت كل مره لازم تفكرها بده، لان هي الاكسبكتيشن بتاعتها رايحه بعيد قوي. وهكذا وهكذا يعني تمام. الحقيقه بره يعني ساعات بيكون في التيم سايكولوجيست. السايكولوجيست ده وظيفته ان هو الناس اللي عندها بريك داون جامد قوي بيقعد معاهم برضو وبيخليهم يعدوا الموضوع بطرق اسهل شويه. احنا ما عندناش قوي الموضوع ده هنا. اكيد كان عندنا زمان حد سايكولوجيست بس للاسف ما عندناش دلوقتي في المركز المصري. بس الدكتور هو يعني شايف الاستشاري هو المفروض يقوم بالدور ده يعني. تمام. لان حاله النفسيه وهكذا المريض نفسها كانسان يعني لازم الواحد يخلي باله عليها يعني. تمام. في الجيرني دي انا عاوز اخد من كلام حضرتك مساله الجمله اللي حضرتك قلتها دلوقتي، انك تحط المريض على الارض، يعني ما تبقاش طايره في خيالها طبعا عن نسب النجاح وهكذا. لان ساعتها لما لا قدر يحصل فشل بيبقى رد الفعل عنيف قوي.
تمام عليها وعلى عائلتها يعني. تمام. لان انا شفت ناس بتقول للمريضه انت هتحملي، او انت مثلا الجمله دي لما المريضه بتسمعها وبعدين طبعا. تيجي تلاقي اختبار الحمل سالب، طبعا هتقول لك بيبقى انت قلت لي ان انت هتحملي. هي خلاص حطت في مخها انا خلاص انا بختار اوضه البيبي يعني. مظبوط. فدايما حتى كنت بسمع كلمه او انا كنت بستخدمها يعني، اللي هو الجاب الكبيره ما بين الواقع والمتوقع. طبعا. يعني الواقع حاجه والمتوقع او الاكسبكتيشن بتاع المريضه حاجه تانية خالص. مش معناها ان احنا هنسد نفسها او نتعبها ونزعلها، لا عارفه هي بتعمل ايه ولازم عارفه هي بتحط فلوسها فين بالظبط. ده مهم قوي. يعني ما تجيش مثلا ست عندها 43 سنه مثلا او 44 سنه ولا تعملي حقن مجهري وربنا هيكرم. تمام. لا احنا بنعمل حاجه غالبا مش هتنفع. طبعا كله في علم ربنا وكله بإرادة ربنا، بس المعطيات اللي قدامنا بتقول ان ده مش هينفع. تمام. وما تجيش برضو ست مثلا يعني استجابتها كويسه وامورها كويسه، نيجي يوم النقل نزرع لها جنينين ونقول لها يلا بقى اختاري الاسامي بتاعتهم هنسميهم ايه. تمام. لا يعني كده يعني لما يحصل فشل هيبقى حرام علينا ان الست رد الفعل هيبقى عنيف قوي 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 يعني. تمام. طيب نيجي لنقطه برضو مهمه جدا، وهي الدعايه الطبيه. الدعايه الطبيه دلوقتي في عصر السوشيال ميديا والانفتاح الفظيع والترند والجري ورا الترند والحاجات اللي بتحصل الايام دي. يعني انا عاوز اقول لحضرتك انه في النقيضين. في مدرسه بتقول انه الدكتور ما ينفعش يعمل نفسه سلعه، وما ينفعش يقدم نفسه للناس ويقول انا بعرف اعمل كذا وما بعملش كذا، وايه قله القيمه ديت، وما ينفعش الدكتور يعمل كده، وده حاجه تتنافى مع الوظيفه بتاعه الدكتور و وفي رأي تاني بيقول انه الدعاية الطبية دي هي كل حاجة، وهي بتمثل 80-85% من نجاح الدكتور، اهم حتى من انه يتعلم كويس، واهم حتى من انه يعرف سكيلز كويس ويتدرب كويس وهكذا. فطبعا النقيضين دول، طبعا المدرسة الاولى دي غالبا اساتذتنا الكبار في السن هم اللي بيتبنوها، والمدرسة التانية الجيل الجديد خالص اللي هو شايف انه عشان اوصل للناس لازم اعمل كذا، وهي دي القواعد اللي بيفرضها الزمن وسرعة الزمن اللي احنا عايشينه دلوقتي. عاوز اعرف رأي حضرتك الاول في النقيضين دول. بص لو كنت سألتني السؤال ده من 10 سنين كنت هقول لك الدعاية الطبية ده كلام فارغ وما ينفعش واحد يعمل الكلام ده. تمام. بس طبعا ان يعني حضرتك عارف مش من الذكاء ان حضرتك قلت لي فعلا من اكتر من 10 سنين ان المفروض المريضه هي اللي بتجيب المريضه. بالظبط كده، وده اهم سورس للعيانين. تمام. فمن 10 سنين لو كنت سألتني السؤال ده كنت هقول لك لا يعني الدعاية الطبية ده كلام فارغ وما ينفعش الكلام ده وكده. بس برضه مش من الذكاء ان الواحد يدفن راسه في الرمل او ما يعرفش ان الدنيا بتتغير حواليه. طبيعي انا ما ينفعش ان انا مثلا اكون يعني بعمل حاجه بعملها بقالي 50-60 سنه والدنيا كلها بتتغير حواليا وانا بعمل نفس الحاجه. يعني عارف زي الممثل اللي هو مثلا كان مثلا مش اسماعيل ياسين مثلا. اسماعيل ياسين في الاول كان كل الناس بتسمعه وكان مبسوط وكان نجم وكده. لما كبر شويه هو ما ادركش ان العالم اتغير حواليه، فبالتالي ابتدى تدريجيا يخسر كل حاجه لحد ما فلس. هي نفس الحاجه لو واحد مشي يعني دفن راسه في الرمله وقال لك لا انا همشي كده وهو كده، لا. فطبعا النهارده الدنيا اتغيرت، والنهارده ما بقاش عيب ان الواحد يعمل ماركتنج ثرو الانستجرام والفيسبوك والحاجات دي. يعني زمان ده كان غير مقبول، بس النهارده يعني احنا مثلا في العقم وكده بنخاطب اجيال صغيره اللي هي 35 سنه ونازل. الاجيال دي مش زينا، ما ينفعش نطلب منهم هم يكونوا زينا. لا هو لغه عصرهم مختلف خالص عننا. تمام. فالبالانس كويس يعني مفيش، يعني الواحد لازم يبقى متعلم كويس وبيشتغل كويس واخد السكيلز كلها واخد التريننج بتاعه كله تمام، بس في نفس الوقت ان هو يعمل دعايه عن طريق الحاجات دي. لا النهارده انا بقيتش شايف ان هو غلط حقيقه خالص. لا الدنيا بتتغير. عارف بقول لك انا مش من الذكاء خالص ان الواحد يقول لا هو كده وده غلط وانا مش هعمله وخلاص. لا هتلاقي الدنيا اتغيرت حواليك. يعني عارف زي المطعم مثلا يكون شغال زمان كويس جدا والناس فوق بعض واقفين بالطابور، بعد مثلا 4 5 6 7 8 سنين المطعم ده تلاقيه فاضي، وبعد شويه المطعم ده قافل خالص. هو الطب كده. تمام. يعني الواحد ممكن مع الوقت لو فضل ان هو ناكر الحاجات دي موجوده ومش عايز يتقبلها، لا بعد شويه هلاقي نفسه مفيش خلاص. يعني حتى لو هو دكتور شاطر وحتى لو عنده وورد اوف ماوث وكده، بس لا لغه العصر تتغير واحنا لازم نكون متقبلين ده واحنا نتغير معاها بما لا يضر او بما لا يتعارض مع الاخلاقيات اللي احنا متربيين عليها. بالظبط. يعني واحد مثلا ما يطلعش اقول على الانستجرام مثلا او اصور نفسي مثلا يعني وانا بعمل كذا او مش عارف ايه، لا ده اكستريم برضه. تمام. او اقول مثلا انا بعمل حاجه يعني عرض مثلا لا يعني حاجات مش المفروض تتعمل. تمام. بس ان احنا مثلا يعني ان احنا مثلا بنشتغل حقن مجهري، ان احنا مثلا عملنا كذا حاله 1000 حقن مجهري، ان احنا حصل عندنا كذا ولاده من الحقن المجهري، ان احنا بنقدم الخدمات كذا وكذا وكذا اللي احنا بنقدمها فعلا. فتبقى بالانس، يعني ما تبقاش الاكستريم قوي اللي احنا بنشوفه النهارده من
ناس صغيره وفي نفس أنا- الوقت انا مش هعملها خالص يعني. تمام، هاخد كلمه البالانس دي من حضرتك، واعتقد ان هي دي الاجابه الشافيه على السؤال. يعني النقيضين انا مش معاهم خالص، لكن الوسط جميل في كل حاجه. الوسط جميل طبعا. مش عيب ان انا اعمل ماركتينج، ومش عيب ان انا لا هي دي اعلن عن شغلي، ودي لغه العصر يعني. لسبب مهم جدا يا دكتور احمد، انه الساحه لو تركت للناس اللي ما عندهمش علم وما عندهمش سكيلز كافيه، علشان خاطر الناس اللي هو القاعده اللي احنا قلناها في الاول، الناس اللي عندها خبره ومهاره و عاوزه تبعد عن المجال دوت وشايف ان هو قله قيمه، فبالتالي الساحه بتبقى فاضيه للناس الاقل علما والاقل خبره والاقل مهاره. في الحاله دي انا وجهه نظري ان الدكتور اللي عنده علم وعنده خبره وعنده مهاره مقصر في حق نفسه وفي حق المريضات بتوعه، لانه هو مش بيعلن عن نفسه بالشكل المحترم. ما بنقولش ان هو يعمل حاجات اكستريم زي ما بنشوف الترند والهبد والكلام اللي بنشوفه دوت، لا، بس على الاقل يكون متواجد باحترام وبثقه وبيقدم نفسه بشكل بيحترم فيه نفسه وبيحترم فيه المريض بتاعه. بالظبط، وده ممكن جدا عن طريق السوشيال ميديا. بالظبط كده، يعني الواحد يعني حذر قوي فيها. يعني مش شرط ان انا اجري ورا اللي بيتعمل. الناس دلوقتي بتعمل كذا يبقى لازم اعمل كذا، الناس بتصور المريضه في العمليات يبقى انا لازم اصور المريضه في العمليات، الناس بتتكلم مع المريضه وجوزها بشكل معين يبقى انا لازم اتكلم مع المريضه وجوزها بشكل معين. لا، انا اقدم اللي يناسبني ويناسب احترامي لنفسي واحترامي للمريضه بتاعتي واحترامي العلم. بالظبط كده، بالظبط. تمام. فهي البالانس طبعا زي ما حضرتك بتقول هو احسن حاجه. دكتور احمد، في حاجه مثلا بتكون بتحصل مع المريضه، ان حضرتك وانت شغال بروتوكول معين بدات مع المريضه تنشيط، هل ممكن تيجي في نص البروتوكول توقف وتقول لها هنريح مثلا شهر او شهرين ونرجع نبدا من الاول وجديد؟ هل ده ممكن تعمله؟ واستجابه المريضه لما بيحصل حاجه زي كده راي حضرتك فيها ايه؟ بص، هو يعني في قاعده كده زي ما احنا كنا بنقول ان احنا الناس اللي بيعملوا حقن مجهري في اوقات كتيره قوي يعني ناس مضغوطه ومفيش فلوس، فالمفروض الواحد يعمل لها من اول مره احسن حاجه ممكنه. بمعنى مثلا الست جات عندها ضعف تبويض، تمام، فما ينفعش يكون عندها ضعف تبويض انا ابتدي معاها بجرعه تنشيط صغيره، لا لازم اديها الجرعه الماكسيمم بحيث ان انا من اول محاوله اديها اقصى فرصه ممكنه ان يحصل حمل. والله مشينا كده وحصل استجابه كانت معقوله، خلاص كان بيها الحمد لله. ما حصلش يبقى اضطر نوقف، بس لو هنوقف في الحاله دي خلاص هنوقف فوريفر، لان طالما ما حصلش استجابه واحنا بناخد جرعه كبيره قوي دي حاجه هتحصل كل مره. ممكن تبقى ست عندها تكيس على المبايض فكانت بتاخد جرعه مثلا، او مشكله الناس اللي عندها تكيس على المبايض ان الفرق بين التنشيط الزياده والتنشيط المظبوط وعدم التنشيط قليل قوي، فممكن عند جرعه ما يحصلش استجابه نرفع جرعه حاجه بسيطه الاستجابه تبقى قويه زياده، فممكن هي تاخد جرعه صغيره مثلا ما يحصلش استجابه. ما ينفعش ان احنا نفضل نكمل بنفس الجرعه الصغيره دي، لازم هنرفع الجرعه سنه، فنرفعها سنه هيبتدي يحصل استجابه واحده واحده. فبالتالي من مره واحده يعني طبعا حسب الخبره بتاعت حضرتك، بس المفروض ان احنا من اول مره او من الطريقه الاولانيه ان احنا نوصل، يا اما هنكمل كده او نقفل الباب ده. الموضوع ان احنا يعني العين يبقى حقل تجارب، لا الموضوع دي ما ينفعش فهنوقف هنستعمل حاجه تانية، لا مفيش حاجه اسمها كده. يعني هي من الاول هنديها اقصى فرصه ممكنه باحسن بروتوكول موجود بيز على الحاله دي شكلها عامل ازاي. تمام جدا. طيب في بقى سوري هقطع كلامي بس عشان قلت برضه معلومه كمان، في ساعات تحت ضغط المريض بنضطر نعمل محاوله تانية. بمعنى ست مثلا كانت بتاخد او عندها بالذات اللي هم عندهم ضعف تبويض، يعني اخدنا علاج جامد قوي ما كانش فيه استجابه، وبعد كده بتقول لها خلاص نسيبها على ربنا ان مفيش استجابه وكده. في ناس نفسيا ما بتتقبلش، ما بتقدرش تتقبله، يعني نفسيا بيكون احسن لهم انهم يعملوا محاوله تانية نغير فيها اي حاجه، نغير نوع الدواء، نغير بروتوكول العلاج، يعني في الاخر مش تفرق حاجه، بس تعمل ده نفسيا، ده نفسيا بيريح المريض، تحس ان انا عملت مره وجربت تاني، ان برضو قطع الامل خالص لا حاجه مش سهله يعني. طيب هو في نقطه معينه او حاجه معينه تحديدا انا بتكلم عنها، في مريضه مثلا حضرتك متوقع انها تطلع 15 بويضه، وبعدين اديت لها الاوبتيمم تريتمنت اللي يناسب حالتها، اديت لها علاج مناسب جدا لحالتها، بس جيت عند اليوم السادس السابع الثامن لقيت بويضتين بس اللي بيكبروا معاك. يمكن انا بميل الى اني اكنسل وارجع ابدا من الاول تاني معاها، لان انا لما شفت الاستجابه ديت من المريضه، العيب مش في العلاج، والعيب ممكن ما يكونش في المريضه كمان، ولكن العيب في استجابه المبيض في الشهر ده. هل حضرتك بتؤيدني ان الحاله دي بالذات تحديدا ممكن تستفيد لما تكنسل وترجع تبدا من اول وجديد؟ بص ممكن اختلف شويه، لان دايما عارف برضو الموضوع اللي هو الايرلي مونيتور، يعني الواحد لو يدي مثلا علاج يومين 3
ويشوفها بدري. تمام. فلو شافها بدري، لو في اي حاجه حاسس انها مش مظبوطه، الواحد بيقدر يصلح نفسه. تمام. حتى ان توصل اليوم الخامس او السادس لسه الواحد ممكن بوتنشلي يصلح نفسه يعني. اللي هو ايه، يسيب اللي فات في حاله ويبدا بقى ويبدا يبدا كانه بيبدا من الاول وجديد. كانه بيبدا من اول وجديد. تمام. فدايما تمام. في مكان يعني دايما في مكان واحد يصلح نفسه لو هي مش ماشيه على التراك مظبوط يعني. تمام. وده فايده الزيارات الكتيره. ساعات ناس كتيره بتتضايق قوي من الزيارات، دي نقطه مهمه برضه. هو انا لسه هاجي، هو انا لسه هاجي، هو انا هاجي من اسوان. فدايما بقول لها التحضير للعمليه اهم من العمليه نفسها. تمام. لان ده مهم يعني، ان احنا بناخد عليها قرارات، والقرارات دي تبقى ريفلكت علينا بعدين وقت العمليه. دلوقتي حضرتك نقلت الاجنه المريضه، وانت لسه قبل ما تسيب المريضه جوه العمليات، ايه التعليمات اللي بتقولها المريضه بعد نقل الاجنه مباشره؟ انت حضرتك البراكتس بتاعك انت اللي انت متعود عليه مع المريضه بتاعتك. بص، هو انا يعني حاجه اللي بحب اعملها دايما ان انا بعد العمليه وبعد النقل ان انا اقابلها هي وجوزها. لان برضه حضرتك عارف كتير مننا ممكن يقابل المريضه بس من غير ما يقابل زوجها، بس زوجها جزء من المنظومه يعني. تمام. فهو حقه ان هو يسمع برضه. تمام. فدايما بخليها تستريح ساعتين، وبعد ساعتين بقابلها هي وجوزها. تمام. بقول لها بقى الحاجات اللي هي الطبيعيه، ان هي تمارس حياتها كلها بطريقه طبيعيه، يعني تقوم وتقعد وتاكل وتشرب وتصلي وتسوق وتروح الشغل، والنوم على الظهر ملوش فايده، ولو جالها شويه وجع في بطنها ده حاجه طبيعيه ما فيش منها مشاكل، ولو نزل عليها نقطه نقطتين دم ما لهمش قيمه. الناس كتير بتتخض من الموضوع ده، وبنفهمها تاخد العلاج ازاي. بس في الاخر التعليمات بعد نقل الاجنه كلها تعليمات بسيطه، بس هو يعني فيها بقى سبورت نفسي. دي خلاص عملنا اخر خطوه ومستنيين 15 يوم نتيجه الامتحان، فلازم مثلا دي سبورت نفسي ان احنا لا نبقى متفائلين زياده ولا احنا متشائمين زياده، احنا في النص يعني. تمام. يمكن انا بسال حضرتك السؤال دوت ليه، لانه برضو من ضمن الهبد اللي على السوشيال ميديا. وانا بحضر للحلقه كنت بحاول اشوف بعض الفيديوهات كده عشان اعرف الناس بتفكر في ايه يعني. لان انا يعني هدفي الاساسي زي ما اتكلمت مع حضرتك انه نقدم معلومه حقيقيه في وسط هذا الزخم يعني. الزخم الفظيع جدا اللي فيه كتير منه مش مظبوط، وفيه كتير منه مجرد جري ورا الترند علشان خاطر يعني نجذب المريضه او نجيب المريضه عندنا او وانا بقلب كده في الفيديوهات على السوشيال ميديا، لقيت فيديو مكتوب عليه يا دكتور احمد 39 نوع من الاكل ممنوع بعد نقل الاجنه. هو الحقيقه انا ما فتحتش الفيديو، كان 39 ده كتير عليا قوي ان انا اقعد اسمعه. لكن لقيت بعديه على طول دكتور خلدون شريف بتاع الاردن. ده راجل ممتاز جدا. بيتكلم على الفيديو ده يعني. انا بالصدفه شفت الفيديو ما فتحتوش، بعديها على طول لقيت دكتور خلدون بيتكلم على الفيديو ده. دكتور خلدون ده راجل قامه يعني. بالظبط كده يعني. فشفت الفيديو بتاع دكتور خلدون، لقيت اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله دايما يعني، ان كثره الممنوعات ممكن تسبب ستريس جامد جدا للمريضه، وده يتعارض مع نجاح العمليه اصلا يعني. انت دلوقتي عمال تديها لستة ممنوعات لستة ممنوعات. في السرير وما تتحركيش وما تقوميش و4-5 ايام نايمه جوه السرير. بالظبط. فانت عارف حضرتك 39 نوع من الاكل و39 نوع من المشروبات ومش عارف ايه بالنسبه للحركه ومش عارف ايه بالنسبه للمجهود. يمكن دكتور محمد لما كنت بشتغل في فرنسا كان النقل عندنا سرير واحد بس اللي بتنقل عليه. تمام. فكنا بنعمل المريضه، وبعد ما ننقل لها نقول لها خلاص اتفضلي روحي، وتيجي المريضه اللي بعدها ننقل لها وتفضلي روحي، لحد ما تيجي اخر واحده كنا بنقعدها 10 دقائق بس ان هي اخر واحده. ما حدش حد قد بيقعد ساعه ولا ساعتين ولا حاجه، هي بنعملها كده ونقول لها يلا سلام عليكم. تمام. يعني حضرتك بتتفق معايا ان حتى النص ساعه ولا الساعه اللي احنا بنسيبها للمريضه دي مجرد حاجه نفسيه عشان هي نفسها. لكن اعتقد دكتور احمد ان انا قريت دراسه كانت معموله في اسبانيا، معموله على عدد كبير من العيانين، بيقارنوا العيانه اللي استريحت فتره طويله 6 ساعات و8 ساعات على ظهرها بعد النقل بالعيانه اللي اتحركت مباشره بعد النقل، ولقوا ان نسب النجاح في العيانه اللي اتحركت مباشره اعلى من الناس اللي قعدوا فتره طويله مستريح. فحضرتك بتتفق معايا في الموضوع ده؟ 100%. طيب احنا زمان كنا قاعد الناس 6 ساعات بس زمان قوي يعني. ايوه. بس طبعا مع يعني كل الدراسات وبعد كده اثبتت ان ده ملوش اي فايده.